ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه ونعم الله. مبدئيا كده نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى يا حلوين هنعمل كده شويه بليله، حاجه كده تحفه سهله جدا ومغذيه جدا للاولاد، تدفيهم في الشتاء. طبعا الجو الشتاء ده عايز بليله، فانتي هتقومي تحضريها كده اول ما هتشوف الفيديو ده ان شاء الله. من ربع كيلو قمح بليله هتعملي كميه محترمه جدا. بصوا، هنعملها بالكنافه. عشاق بقى البليله بالكنافه يحضروا هنا. يلا بينا نشوف حضرناها ازاي. اول حاجه كده معايا ربع كيلو من القمح البليله، نقعاه كده قبلها بساعتين في ميه سخنه. هضيفه بقى على النار وهغطيه بالميه لحد ما يستوي خالص. هغطي عليه كده واسيبه لحد ما يستوي. مش هضيف اي حاجه تانية في المرحله دي. لحد ما البليله تستوي معايا هحضر بقى الكنافه. جبت حوالي كده ربع كيلو من الكنافه، قطعتها بايدي كده زي ما انتم شايفين، وجبت حله واسعه كده. هنزل على الكنافه بمعلقه كبيره من السكر البودر ومعلقتين من السمنه. هشوح فيهم كده لحد ما الكنافه تحمر معايا. هبدأ بقى اقلب فيها كده لحد ما تاخد معايا اللون الدهبي الجميل ده. بعد كده كانت استوت معايا والبليله استوت معايا. حله تانية عشان الحله الاولانيه دي لما البليله كانت بتغلي معايا عملت زي ريم كده، فانا نقلتها في حله تانية. ونزلت بقى على البليله كده بنص كيلو من اللبن. نص كيلو من اللبن مظبوط جدا على ربع كيلو القمح البليله. وهنا كنت شايله كده حوالي ربع كوبايه من اللبن. هنزل عليها بمعلقه كبيره من النشا وهقلب كويس جدا. وبعد كده بقى تحط السكر بتاعك حسب الرغبه. اضيف ظرف من الفانيليا. هسيب بقى البليله تغلي كده غلوتين تلاتة مع اللبن كده لحد ما القوام يتقل، وبعد كده اطفي النار. هي اصلا البليله مستويه معايا اهي كده، القوام بتاعها تقل. هطفي بقى النار. اهو كده زي ما انتوا شايفين القوام بتاعها تقل معايا. زي ما انتوا شايفين كده القوام بتاعها كده مظبوط جدا، ما تقليش اكتر من كده. هبدا بقى كده اصبها معاكم زي ما انتوا شايفين كده. بصوا القوام بتاعها بجد هتعملي شويه بليله حاجه كده تحفه. طبعا البليله مغذيه جدا للاطفال، فكتري منها في فصل الشتاء. حابه بقى تحطي كنافه في قلب الحله كده حطي، بس انا هحط الكنافه من فوق، احنا بنحبها من فوق. اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا، ابدا بقى احط الكنافه كده على الوش كده من فوق. زي ما قلت لك، لو حابه تحطي في الحله وانتي بتعمليها ممكن تحطي معلقتين، بس انا بحب احطها من فوق. بصوا بجد شكلها شاهي جدا والطعم بتاعها مميز جدا. بصوا ما شاء الله. بصوا القوام بتاعها. اتمنى بقى تجربوها بنفس الطريقه، ولو عجبتكم طريقتي ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله في حفظ الرحمن.